know what cool is? No, wait. Get up. I am. Let me help you. Start by opening. Bandit! Don't move! Hold it! Don't try anything funny. Oh, yes. Let me go! Give me some money. What'd she say? You heard. بيبدأ فيلم الليلة مع عربية سودة واقفة قدام أحد البنوك، وداخل العربية 2 حرامية محترفين، واحد منهم اسمه مانيه والتاني ويلي، وساعتها بيكونوا عاملين خطة عشان يسرقوا البنك، وكان بيساعدهم كلب مدرب على السرقة اسمه بانديت، وبنشوفهم هم بيحطوا قنبلة في الشنطة اللي على ظهر الكلب، وبيخرجوا الكلب من العربية ويوجهوه ناحية البنك، وفعلا الكلب بيجري ويدخل البنك ويروح عند المديرة ويقف قدامها، وقتها بيكون في رسالة الحرامية معلقينها في رقبته، ومديرة البنك بتشوف الرسالة وتقراها، والرسالة ديت كان مكتوب فيها إن الشنطة اللي على ظهر الكلب فيها قنبله وتتفجر بعد ثواني لو ما حطيتيش $1.5 مليون في الشنطه. ساعتها مديره البنك بتشوف القنبله في الشنطه اللي على ظهر الكلب، وقتها بتخاف وتترعب، وفعلا المديره بتحط $1.5 مليون في الشنطه، وبعد كده الكلب بيخرج بيها من البنك وعلى طول بيجري على العربيه اللي فيها الاتنين الحراميه، وساعتها بنعرف اللي كان في الشنطه مش قنبله ولا حاجه، ده كان جهاز لعبه بينور ويعمل صوت، وبعد ما سرقوا الفلوس بيتحركوا من المكان بسرعه قبل ما الشرطه تيجي، وفعلا بيوصل مانيه وويلي للمكان السري بتاعهم علشان يقسموا الفلوس على بعضيهم، وهم بيقسموا الفلوس مانيه بيقول لويلي احنا من غير الكلب مش هنعرف نسرق اي حاجه لان الكلب ده ذكي جدا وبيفهم كل شيء. وقتها ويلي بيعترض على كلام مانيه ويقول له الكلب ده عادي جدا زي اي كلب موجود، وانهم يقدروا يعلموا السرقه لاي كلب موجود، والفضل يرجع لينا احنا الاثنين مش الكلب لان احنا بنخطط ونرسم ونفنن. وقتها وهم بيتكلموا بتعدي عربيه شرطه من المكان السري بتاعهم، وساعتها بيشوفوا العربيه اللي بلغ عليها البنك واقفه في الشارع، وساعتها الضابط بيكون لوحده في العربيه وبيقرر انه يدخل على الحراميه ويرفع عليهم السلاح، لكن ساعتها الحراميه لما شافوا الضابط رموا عليه ترابيزه كبيره وهربوا، لكن الضابط بينجح انه يمسك الكلب الحرامي اللي مدربينه على السرقه ويحطه جوه قفص، وبعد كده بيوديه لملجأ الكلاب. بعد كده بنشوف ولد في سن ال 15 سنه سايق العجله بتاعته وبيتمشى بيها في الشارع، والولد ده كان اسمه اوين. وقتها بيكون في مجموعه اولاد واقفين في الشارع وغلسين وبيتنمروا عليه ويوجعوه من على العجله بتاعته. وقتها بيشوفوا بنت جيرانه من الشباك اسمها ليلى وبتقرر انها تنزل من البيت عشان تساعده، وساعتها بتطلب ليلى من الكلب بتاعها ان يجري ورا الاولاد الغلسين دول، وفعلا الكلب بيجري وراهم ويمشيهم من المكان. وقتها اوين بيشكر ليلى جدا انها انقذته من الاولاد دول، وكمان بيشكر الكلب بتاعها ويقول لها انا بحب الكلاب جدا.